كأنه كان يا مكان. حكايتنا أشكال والوان، وحكايتنا النهاردة عن 3 معيز اخوات عايشين في سعادة وهنا فوق التل الأخضر جنب النهر. 3 معيز، ماعز صغير وماعز وسط وماعز كبير، وده بقى أضخم واحد بين اخواته. ال3 معيز كانوا بيحبوا ياكلوا الأعشاب الخضر اللذيذة وينزلوا يشربوا مية من النهر طول اليوم، ياكلوا ويشربوا، ويوم ورا يوم ورا يوم خلصت الأعشاب اللذيذة اللي كانت موجودة على التل. يعملوا إيه؟ الماعز الصغير فضل يعيط، أنا جعان جدا، هناكل إيه دلوقتي؟ الماعز الوسطاني بقى يهديه، اهدى يا حبيبي ما تقلقش، بص شوف البر التاني من النهر فيه مرعى مليان بالأعشاب الخضراء اللذيذة. أما الماعز الكبير فكان واقف يفكر، فعلا احنا لازم نعبر الجسر ونوصل للبر التاني من النهر علشان ناكل من الأعشاب اللذيذة اللي موجودة هناك. ايه نعبر الجسر؟ والغول اللي عايش تحت الجسر ده مخيف جدا، اي حد بيحاول يعبر الجسر الغول بياكله على طول. فعلا ده مخيف قوي، عيونه حمرا وريحته وحشة واسنانه حادة جدا. انا عارف كل ده، وعارف كمان انه بيراقبنا من زمان ومستني الفرصة اللي ياكلنا فيها. طب والحل ايه؟ هنقعد هنا لحد ما نموت من الجوع ولا هنعبر الجسر ونواجه الغول؟ اكيد طبعا مش هنفضل قاعدين لحد ما نموت من الجوع، احنا لازم نعبر الجسر ونواجه الغول. ها مين فينا اللي هيعبر الجسر الاول؟ انا الماعز الصغير كان شجاع جدا مع انه كان خايف من الغول، بس كان جعان. اخد نفس عميق واتجه ناحية الجسر. بسم الله توكلت على الله. ولما وصل عند الجسر بدأ يعبره. الغول سمع صوت حوافر الماعز على الجسر، تي تاب تي تاب تي تاب. مين اتجرأ وجه على الجسر بتاعي؟ يم يم ماعز لذيذ. الماعز الصغير حاول انه يكون شجاع قدام الغول. انا اسف لو ازعجتك، كل اللي عاوزه اني اعبر الجسر علشان اوصل للمرعى واكل من الاعشاب اللذيذة، اصلي جعان جدا. تعبر الجسر؟ تعبر ايه يا مسكين، ده انا هاكلك في ثانيتين. يم يم. الماعز الصغير كان ذكي جدا. ارجوك ما تاكلنيش، ده انا اصغر اخواتي، بص شوف نحيف وضعيف ومش هتلاقي فيا لحمة اصلا. خليك ذكي، لو عاوز تاكل وجبة شهية ولذيذة يبقى تستنى اخويا الوسطاني، لو شافني بعبر الجسر هيطمن وهيجي يعبر الجسر هو كمان، وساعتها هتاكل بقى من لحمه اللذيذ الشهي. عندك حق، انا هسيبك تعبر الجسر مع اني جعان، بس هستنى واصبر علشان اكل وجبة شهية ولذيذة. يم يم. الماعز الصغير عبر الجسر، وصل المرعى اللي في البر التاني من النهر بأمان. اخواته كانوا متابعينه، ولما اطمنوا عليه الاخ الوسطاني قرر هو كمان يعبر الجسر. اخد نفس عميق واتجه ناحية الجسر. بسم الله توكلت على الله. ولما جه يعبر الجسر الغول سمع صوت حوافره، تي تاب تي تاب تي تاب. مين اللي اتجرأ وجه على الجسر بتاعي؟ يم يم ماعز لذيذ. الماعز الوسطاني حاول يكون شجاع قدام الغول مع انه كان خايف منه. اسف لو ازعجتك، كل اللي عاوزه اني اعبر الجسر واوصل البر التاني عند اخويا الصغير اكل والعب وياه، ارجوك سيبني اعدي، اصلي جعان جدا. تعدي فين يا غلبان، ده انا مستنيك من زمان. يم يم. الماعز الوسطاني كان ذكي زي اخوه الصغير. انا عارف انك ممكن تاكلني عادي، بس انت كده مش هتبقى ذكي خالص،
هتاكل فيا ايه؟ ده انا كل جلد وعظم. لكن لو سبتني اعدي اخويا الكبير هيطمن وهيجي ورايا. اهو ده بقى لحمه جنان لذيذ وشهي، هيبقى وجبة مثالية بس لو تصبر شوية. يم يم، عندك حق. خلاص انا هسيبك تعبر الجسر مع اني جعان، بس هصبر. عاوز اكل وجبة شهية ولذيذة. الماعز الوسطاني عبر الجسر ووصل للبر التاني بأمان. أخوهم الكبير لما اطمن عليهم قرر يعبر الجسر هو كمان. أخذ نفس عميق واتجه ناحية الجسر. بسم الله توكلت على الله. ولما وصل عند الجسر وبدأ يعبره، الغول سمع صوت حوافره تيب تاب تيب تاب تيب تاب. مين يتجرأ وجي يعبر الجسر بتاعي؟ يم يم، ماعز لذيذ. أنا الماعز الكبير أكبر إخواتي. آسف لو أزعجتك، كل اللي عاوزه إني أعبر الجسر وأوصل البر التاني عند إخواتي في المرعى. رايح فين؟ ده أنا ما صدقت تيجي ليا يا أشهى وألذ وجبة مثالية. يم يم، أنا جعان وصبرت كتير علشان أكلك. شكلك لذيذ. الماعز الكبير كان ضخم وقوي وما كانش خايف من الغول، بالعكس غضب منه جدا وقرر يتخلص منه. رجع لورا ومرة واحدة جري ناحية الغول بكل قوته. ضرب الغول ضربة قوية في قرونه الكبيرة. وقع الغول في المية. الماعز الكبير عبر الجسر ووصل للمرعى اللي في البر التاني عند اخواته بأمان. واتجمع الاخوات من تاني ورجعوا ياكلوا الأعشاب الخضرة اللذيذة ويشربوا من النهر. يوه، أنا لسه جعان. كان نفسي آكل لحم الماعز الشهي اللذيذ، بس ال3 معيز ضحكوا عليا، والماعز الكبير نطحني بقرونه القوية ورماني في المية. حبايبي الحلوين، الشجاعة لوحدها مش كفاية. المهم نعرف امتى الوقت المناسب علشان نظهر شجاعتنا ونختار التصرف المناسب لكل موقف أو مشكلة. النجاح الحقيقي إنك تكون شجاع بس مع الحذر.